يا هلا، اليوم راح نسوي فخذ غنم مشوي بالفرن بطريقة كل سهلة وما يحتاج لها أي شي ويطلع وياكم ذايب والطعم نار. هنا الفخذ مالتي مقطعته بهذا الشكل حتى التتبيلة تدخل بداخله. للتتبيلة راح أحتاج عصير ليمون، عليه شوية كركم، فلفل أسود، أوريغانو، جوزة الطيب وملح. راح أقلبهم بهذا الشكل وأضيفهم على الفخذ مالتنا وشوية نسويله مساج حتى التتبيلة تدخل بداخله. وراح أضيف عليه بوتيتا، بصل وثوم بالقشر وورق غار، وراح أضيف عليه برش ليمونة بس الصفار حتى تعطي نكهة كلش طيبة. وراح أضيف دهن حر، وهالشي اختياري، ما تحبون دهن الحر لا تضيفوه. طبعا أني هنا حاطته فوق طبقة مال سيليفون وطبقة ورق زبدة، وراح أغلفه كل زين بحيث البخار ما يطلع من ولا مكان من الفخذ. نغلفه بهذا الشكل وندخله الفرن، أعلق الفرن بس من جوا، ياخذ ويانا 2 إلى 3 ويطلع بهذا الشكل الجميل والطعم يخبل. هسه نسوي التمن. هنا خليت الزيت والتمن غاسلته وراح أخلي عليه ملح وأعوفه على نار عالية إلى أن ينشف المي. هنا سويت شوية مي عليها صبغة زعفران وعليها هيل، راح أضيفها بهذا الشكل وأبد ما أقلبها إلى أن يتهدر التمن ويستوي تماما. أبلش أقلبه حتى يطلع ويانا لون بهذا الشكل ونثري. هسه نسوي الحشوة. هنا خليت زيت والشعرية وراح أقلبهم إلى أن يصير لونها أشقر، أضيف عليها المي والملح وأخليها تستوي مثل التمن، تنطبخ بس تاخذ مي أقل. ومن بعد ما تستوي عندي الشعرية راح أضيف عليها البهارات، بهارات برياني وهيل ودومي بصرة ودارسين، وراح أضيف عليها بازاليا وجزر. وراح أقلي بوتيتا على صفحة وهم أضيفها عليهم وأخليها على نار هادية حتى ياخذون من طعم بعض وتطلع ويانا نثرية بهذا الشكل وتخبل. وأني طبعا من بعد ما كملتهم خليت طبقة تمن، فوقاها طبقة مال حشوة، وفوقاها الفخذ. جربوه كلش